على المهرج تبون، درس من مصر لنظام لا وزن لا هيبه لا مواقف. اروح تسمع، تبع وركز للاخير باش تشوف الرد اللي كان على اصوله من طرف مصر وفي عبد الفتاح السيسي على تصريحات المهرج تبون اللي قال افتحوا لنا الحدود يا مصر من اجل اننا ندخلوا ويدخل الجيش الجزائري لبناء مستشفيات. وما معناه تحرير غزه اذا دخل الجيش الجزائري الى غزه؟ اسرائيل مش راح تبقى تتفرج. بطبيعه الحال هذا الرد لم يكن مباشر لانه نظام لا وزن لا هيبه لا مواقف ولا واحد يرد عليه، كامل يعملوا له الفيو كما في ماسنجر لما تبعت رساله واحد ما يرجع عليك. هذا ما يفعله المغرب، ليبيا، الامارات، السعوديه، اسبانيا، فرنسا، كل الدول، مالي، النيجر، كل الدول اللي افتعل معها النظام الجزائري ازمات تجاهلته هذه الدول لانه لا وزن لا هيبه لا مواقف. فالرد المصري جاء على شكل درس في الممارسه السياسيه في العلاقات الدوليه. اليوم مصر كان لها كلام قوي جدا باتجاه إسرائيل في موضوع ماذا؟ في موضوع محور يسمى محور فيلادلفيا اللي هو على مساحة 14 كيلومتر، وفي ممر تاع 6 كيلومتر اللي هو محور أيضا نتسارين. طالبت مصر إسرائيل بالانسحاب من هذين المحورين، وهو موقف تاريخي من مصر لانه من قبل ما كانوش يتكلموا بشكل مباشر على هذا الموضوع في اطار هذه الهدنه المقترحه برعايه بطبيعه الحال الولايات المتحده الامريكيه ووزير الخارجيه أنتوني بلينكن. هذا الموقف المصري يعطيك صوره انه مصر تخاطب اسرائيل، القوه النوويه. اسرائيل هذه استعمرت اراضي مصريه من قبل، وقت انهزام مصر والجيوش العربية مجتمعة مسحت بها الأرض إسرائيل وقت في الحروب العربية الإسرائيلية. ولما جاءت اتفاقية السلام بطبيعة الحال سنة 1979 وفيما بعد، يعني أنه مصر رغم أنه محيطها صعب على حدودها إسرائيل، قوة نووية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، ولكن مصر تتخذ في مواقف وتحاول تساعد الغزاويين رغم أنه غزة يسيطر عليها الإخوان المسلمين اللي تعتبرهم مصر إرهابيين. في وقت نجد أن النظام الجزائري من الطرف الآخر من يخاطب تبون؟ يخاطب مصر، يهاجم الدولة التي تعاني من محيط صعب. ما يروحش يتكلم مع إسرائيل الشوكة، لأنه احنا إسرائيل كما أقول دائما، وزير الخارجية أحمد عطاف لما يدخل الوفد الإسرائيلي يديره رباط طاهر يخرج من القاعة. لما مصارع جزائري ويلقى إسرائيلي أمامه يهرب لأنه عاجز على المواجهة، قوة ضاربة في الانسحاب. شفت الفرق في الممارسة، شفت الفرق في من يخاطب إسرائيل مباشرة ويحاول يفرض ميزان قوة ويحاول يساعد الغزاويين المساكين، وفي من يتاجر ويرقص على دماء الغزاويين اللي هو المعين تبون في إطار حملته الانتخابية من أجل التلاعب بحشود الجزائريين العاطفيين اللي تقدر تتلاعب بهم للأسف، لأنه الفرد الجزائري اليوم مدمر فكريا ما عنده حتى منطق، باش يتلاعب بالحشود يرقص على جثة الأبرياء ويتلاعب بالعاطفة ويتاجر بدماء الفلسطينيين، في وقت أنه ما قدمه النظام الجزائري منذ 7 أكتوبر الغزاويين هذو مساكين اللي يعانون من حماس ومن إيران ويعانوا من إسرائيل، ما قدمه النظام الجزائري لهم هو بسكويت تم رميه في مزابل غزة لأنه نوعيته رديئة جدا. الله المستعان دائما. السيسي يرد